إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والله واسع عليم. عباد الله، إن محبة الله جل وعلا للعبد هي المنزلة التي فيها ينافس المنافسون، هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وعليها يتفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. محبة الله للعبد هي قوة القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأمراض والأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. محبة الله للعبد هي غاية مطلب العباد ومنية قلوبهم، هي غاية العباد وأمنية ما يتمنى كل عبد في مكنونه، هي شوق الأرواح. فمن أحبه الله جل وعلا حلت عليه رحماته في الدنيا والآخرة، فينال في الدنيا حياة طيبة ويفوز في الآخرة بدخول الجنة. ولذلك كان هذا مسعى المؤمنين، كان هذا مسعى كل عاقل وفقه الله جل وعلا أن ينال وأن يظفر بمحبة الله عز وجل له، وأن يكون غاية ما يتمناه في هذه الدنيا أن يحبه الله. فهناك فرق بين أن تحب الله وبين أن يحبك الله. ولذلك فإن هذا المقام لا
يتحصل عليه العبد بالأمان. فكل إنسان أمنيته أن يكون محبوبا عند الله، لكن هذا لا يمكن أن تحصل عليه بمجرد أن تتمناه، وإلا فكل إنسان يتمنى أن يصل إلى هذه المنزلة، وإنما يحصل هذا بمجاهدة النفس وترك نزواتها ومواجهة مداخل الشيطان ووسوسته. ومن المعلوم أن حرمان العبد من محبة الله عز وجل هو حرمان من الحياة الآمنة، من الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فالإسلام دعانا إلى أن نسعى لتحصيل هذا الأمر، لتحصيل هذه المرتبة، مرتبة محبة الله عز وجل لكل واحد منا. ثم دعانا الإسلام ودلنا على الطريق الذي يوصلنا إلى هذه المرتبة. والسؤال: ما هي أسباب تحصيل هذه المنزلة العظيمة؟ وما هي علامات حب الله عز وجل للعبد؟ فبحب الله سبحانه وتعالى لعبده علامات وإشارات تظهر رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده ومحبته له. ومن هذه العلامات أن يحبب الله عز وجل للعبد الإيمان في قلبه، أن يحبب الله عز وجل لك الإيمان في قلبك، أن يحبب الله عز وجل لك العمل الصالح، أن يحبب الله عز وجل لك كل قربة تتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، فتقبل على هذه القربات وعلى هذه الأعمال الصالحة وعلى الإيمان وزيادته في قلبك وأنت في غاية الشوق والرغبة. ثم هناك علامة أخرى، وهي أن يبغض الله عز وجل في قلبك المعاصي والآثام. كل شيء فيه معصية الله سبحانه وتعالى لا تحبه، لا تقربه، تنفر منه وتبتعد عنه وتكرهه. هذه علامة من علامات محبة الله عز وجل لك، أن يحبب الله إليك الإيمان في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والعصيان والفسوق. فلا تنساق إلى المعاصي ولا تنجذب نفسك إليها، ولا تكون لك رغبة في اقترافها، مصداقا لقول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وإجمالا أن تكون متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأعظم دليل على محبة الله للعبد وإرادة الخير له
وبه وهدايته للدين. فالعبد الذي يهتدي بهداية الله سبحانه وتعالى ويلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الدلائل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه. كذلك من علامات حب العبد لله سبحانه وتعالى أن يدبر الله عز وجل أموره فيشغل حياته بذكره وطاعته. وهذا كل واحد يمكن أن يضع هذا الميزان بينه وبين نفسه. هل هو منشغل بذكر الله أم هو منشغل بذكر الخلق؟ إذا أحبك الله شغل لسانك وفكرك وقلبك وعقلك بذكره. وإذا الله عز وجل كان لا يريد لهذا العبد الخير شغل لسانه وفكره وقلبه وعقله بذكر الناس وعورات الناس وتتبع أحوال الناس فيما يضره لا فيما ينفعه. فكل واحد يقيس نفسه بهذا الميزان. فإن من علامة العبد، من علامة محبة الله عز وجل للعبد أن يشغل حياته بذكره وبطاعته وبعبادته، وأن لا يصرف قلبه لغيره سبحانه وتعالى، وأن يسدد أموره ومقاصده في جميع شؤونه. وكذلك أن يكتب الله سبحانه وتعالى لعبده القبول في قلوب المؤمنين. هذه علامة أخرى، أنه حينما يراك المؤمن يرتاح إليك، يأنس بك ويحبك، لأن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جلود مجندة ما تعارف منها، أي ما كان على شاكلة الواحدة منها ما تعارف منها اختلف. ولذلك فإن الطيور على أشكالها تقع. المؤمن لا يرتاح إلا للمؤمن، وغير المؤمن لا يرتاح إلا لغير المؤمن. نسأل الله العفو والعافية. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا النداء يكون في السماء يوجه لجبريل بأن الله يحب فلان، وهذا فلان في الأرض، فيؤمر جبريل بأن يحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. فلذلك ترى المؤمن يؤلف ويؤنس به ويرتاح إليه. كذلك من علامة حب الله عز وجل للعبد أن ييسره الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح، لعمل صالح في آخر حياته، فيختم له بهذا العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله.
فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفره لعمل صالح قبل الموت، أي تكون خاتمته خاتمة حسنى. وهذا غاية ما يتمناه كل مؤمن وكل مسلم في هذه الدنيا، أن يختم له بخاتمة حسنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتم. بارك الله لي ولكم في كتاب مبين، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، كذلك من علامات حب الله عز وجل للعبد ما جاء في هذه الآية التي بدأنا بها الخطبة، وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقد ذكرت الآية الكريمة ثلاث صفات، ثلاث أخلاق للذين حبهم الله سبحانه وتعالى بمحبته ورضوانه، فهم متواضعون بالمؤمنين ولا يتكبرون على المؤمنين، ولكنهم مع أعداء الدين أصحاب عزة وقوة ومنعة، ويقبلون على الجهاد إعلاء لكلمة الله تعالى، ويلقون دعوة الجهاد فيجاهدون بأنفسهم وأموالهم وعيالهم دون خوف من ملامة أحد أو من أقاويل الناس. كذلك من علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يكون مستقيما، فإن استقامة العبد على أمر الله سبحانه وتعالى وتمسكه به دليل بأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته وأن يعيننا على محبته، وأن يجعلنا ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى فتحابوا في الله وتزاوروا في الله وتجالسوا في الله. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أميرنا وملكنا محمد السادس اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم وفقه لاتباع كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنب عواقبه يا رب العالمين. اللهم ارزق البطانة الصالحة التي تعينه على مصالح بلاد العباد. اللهم احفظه في ولي عهده وسائر أسرته يا رب العالمين. اللهم احفظنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر
المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.